السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم مع قناة صافي هنعمل معاكم طريقة التمر في البيت. طريقة سهلة وبسيطة موفرة جدا. انت هتروحي عند العطار هتقولوا له عايزة ريحة التمر بس. هتجيبي ازازة زي كده اهوت، وهيديكي ملح الليمون. هتحطي السكر، هنفتح دلوقتي ونحط السكر مع بعض. هنحط السكر دلوقتي، شايفين اهو كده. حطيت معاكم السكر، انا حاطه كيلو ونص سكر. هي كميه كده حلوه، ما تكتريش عن كده مع الازازه دي. وطبعا انا حطيت الملح الليمون وحطيت الازازه اهي، شايفين اهي دي كده. بتقول له عند العطار تقول له عايزه ريحه التمر. هتفضلي تقلبي كده، تقلبي جامد جامد كده، شايفين؟ ايوه كده. هقلب لكم وارجع لكم تاني. شايفين اهو بعد كده ما قلبته اهو كده اهوت. بعد ما قلبته هتجيب الازازه دي، شايفين اهي كده اهوت اهي، شايفين كده. تروح عاملاها كده، شايفين كده. هتقلبي برضو كده، شايفين اهو كده. شايفين كده اهو. بعد ما خلصنا كده اهوت، شايفين اهو كده اهوت. بقى طعمه ريحته منتهى الجمال، سهل وبسيط وحلو جدا، وحاجة مضمونة في البيت. يعني طعم جميل جميل جدا 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 اهو. شايفين هنعمله عصير اهو، شايفين اهو اهو، شايفين اهو، شايفين شايفين اهو، شايفين جميل ازاي. شايفين سهل وبسيط وجميل جدا. وما بياخدش وقت ولا اي حاجة. بس ما تنسوش تعملوا لايك مع قناة صافي عشان يوصلكم كل جديد. مع كل جديد. شايفين حلو ازاي عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.